يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. صنف من الزمن الجميل، فاصوليا بيضة باللحمة طعمه خطير تحفة. ولو يومك متلخبط ومش عارفة هتجهزي ايه للغدا، كيس ربع كيلو منه هينقذ الموقف. بدل ما تعملي خضار اعملي فاصوليا بيضة، طعمه تحفة. وانا داليا، لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير. لو عجبك الفيديو جربي الفاصوليا البيضة بطريقتنا، هتعجبك مش هتبطلي تعمليها. ولتجهيز وصفتنا هحتاج ربع كيلو من الفاصوليا البيضة. هفضيها في طبق وانقيها كويس. هغسلها كويس بمية جارية من الحنفية واصفيها واشطفها واضيف لها مية نظيفة واسيبها تتنقع لمدة ساعة في المية. وهركن الفاصوليا على جنب وابدأ اجهز احلى تسبيكة. بصلاية كبيرة متقشرة مغسولة متقطعة مكعبات، معاها نص فلفلاية رومي، 4 حبات طماطم، عندي واحدة كبيرة قوي تقريبا دي مامتهم، و3 صغيرين. وفي محضرة الطعام أو الكبة هنزل بالبصلاية الكبيرة المتقطعة مكعبات، ومعاها نص فلفلاية رومي متقطعة برضو قطع صغيرة، وهنعمهم كويس جدا. وهقطع الطماطم قطع صغيرة وحطها في الخلاط عشان يبقى سهل إن هي تتعصر ناعم جدا. وهضيف لها ربع كوباية مية، معلقة كبيرة صلصة طماطم عشان لونها يحمر ويبقى جميل، مكعب مرقة وده اختياري، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود. هضربهم كويس جدا في الخلاط. وكده عندي البصلة بعد ما فرمتها ناعم مع الفلفل الرومي. بالنسبة للطماطم، ال4 طماطميات دول عملوا لي 2.5 كوبايات من عصير الطماطم المركز. الفاصوليا البيضة بعد ما اتنقعت ساعة حجمها الضاعف، هبدأ اني اشطفها كويس جدا من مية النقع. وفي حلة متوسطة الحجم هنزل بالفاصوليا واغطيها بالمية. وعلشان اخفف من الانتفاخ اللي بتسببه الفاصوليا البيضة، بضيف ربع معلقة صغيرة من الكمون لمية سلق الفاصوليا واسيبها تتسلق على نار متوسطة. وعلى العين التانية هبدأ اسبك الطماطم. هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من الزبدة. أول ما المادة الدهنية تسيح وتسخن هنزل عليها بالبصلاية المفرومة ناعم مع التقليب المستمر. هسيبها لحد ما لون البصلة يصفر، أنا مش عايزة لون البصلة يغمق، مجرد اصفرار بسيط جدا. هنزل عليها بفصين توم مفرومين ناعم، هشوحها مع البصلة أقل من دقيقة لأن التوم بيتلسع بسرعة. مجرد ان انا تقلبتين 3 كده مع البصلة، وانزل عليهم بالطماطم المعصورة واقلب كويس عشان البصل ما يعملش تكتلات يفك من بعضه. ولو الطماطم لونها فاتح هضيف لها معلقة مش مليانة قوي من معجون الطماطم او صلصة الطماطم. هغطيها واسيبها تتسبك على نار متوسطة. بالنسبة لسلق الفاصوليا البيضة ما بسلقهاش لحد ما تتهري، لا 80% بس من التسوية بيكون في مية السلق. يعني بطلعها من السلق كده بتعض، مش مسلوقة مستوية لدرجة ان هي مهرية، لان خلوا بالكم هي لسه هتخش في الصلصة وتكمل سواها في الصلصة. هصفي الفاصوليا من مية السلق واشطفها بمية جارية من الحنفية عشان اوقف عملية التسوية. الطماطم اتسبكت وتقلت وبدأت تشكشك. هنزل عليها بكوباية كبيرة من شوربة اللحمة، كنت سلقة لحمة، ضفت لها كوباية من شوربة اللحمة، قلبتها تقلبتين. هسيبها بس لحد ما تمتزج مع شوربة اللحمة وتغلي لها غلوتين بس. وانزل عليها بالفاصوليا المسلوقة، وننزل بقطع اللحمة المسلوقة في الفاصوليا ونسيبهم ياخدوا غلوتين مع بعض في الأول على نار عالية. بعد كده هنوطي النار خالص أو ننقلها على نار هادية، وهتتقدم سخنة مع شوية رز أبيض، رز بشعرية، وطبق سلطة خضرة، حاجة كده ولا أروع. جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.